السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم عن كورس الداتابيز. أذاكر منين داتابيز؟ أول حاجة هنقسم الفيديو بتاعنا لثلاث أجزاء، المصادر بتاعتنا، أذاكره منين، أنظم وقتي إزاي وأنا بذاكره. أول حاجة هنتكلم عنها وهي المصادر. أذاكر منين داتابيز؟ طبعا في ناس كتير جميلة جدا وناس كويسة جدا شارحة داتابيز على يوتيوب وعلى يوديمي وكورسات محترمة جدا وأكتر من كافية بالنسبة لك. ولكن انا ذاكرت على يوتيوب مع كورس باشمهندس رامي بتاع الاي تي اي. الكورس ده قوي جدا. هو الكورس ده بعد ما لفيت كتير لقيته هو اكتر كورس شامل. بمعنى ايه؟ الكورس ده ما شاء الله 30 ساعه، 30 ساعه في 10 فيديوهات، الفيديو 3 ساعات، حاجه قويه جدا بصراحه. يعني هو لامم كل المفاهيم وكل المبادئ بتاعت الداتابيز اللي تحطك على الطريق تبقى راجل بروفيشنال. بعد ما تخلص الكورس على طول تبدا تقول لي انا كده بدات افهم يعني ايه داتابيز وازاي بنستخدم الداتابيز اصلا. وبعد ما بتستخدم الداتابيز دي انت ازاي تكون شخص محترف فيه. يعني مش مجرد بس انت تخلص كورس داتابيز بتعرف تكتب سيكوال كويري او بتعرف تعمل كويري وتعمل تيبل، لا انت هتبدا من اول اي ار دايجرام، وبعدين هتعمل مابنج وتعمل نورماليزيشن. لو جالك داتابيز جاهزه مثلا ازاي تعمل لها نورماليزيشن وتظبط الداتابيز وتستخدمها وتظبط الكويريز بتاعتك وتظبط التيبلز عندك وتجهز التيبلز كانك راجل جاي لك ببزنس. انا دلوقتي راجل صاحب بزنس وقعدت مع البيزنس اناليست فاهم منه الدنيا وقالها لك وخد منه المعلومات وبدأ يبني داتابيز من الصفر، من اول البيزنس ما بيقوم لحد ما تخرج داتابيز جاهزه تماما بادفانسد كويريز بحاجات كويسه جدا ما شاء الله. في الكورس ده خد مني يعتبر تقريبا شهر، 25 يوم ل 30 يوم كده مثلا مذاكره بتطبيق. يعني كنت بطبق على حاجات وبسيب حاجات اراجع عليها. بعد ما اخلص الكورس ابدا اراجع اطبق بقيه الحاجات اللي انا كنت سايبها بحيث افتكر. ان انت طبعا مذاكرتك للكورس مهما كانت في البدايه اول مره عكس تاني مره عكس ما تطبق وتراجع اللي ناقصك فيه. طبعا انا ذاكرت ازاي؟ طبعا دلوقتي انا هسيب لك لينك كورس الباشمهندس رامي موجود على يوتيوب، هسيبه لك تحت في الديسكربشن. طيب ازاي اذاكر الكورس ده؟ هل اذاكره بسرعه يعني كل يوم اخد فيديو وتاني يوم اخش اخد الفيديو اللي بعده اخد الفيديو اللي بعده لحد 10 ايام اخلصه في 10 ايام؟ هل ده هيكون شيء مجزي معايا؟ اظن ان احنا طبعا كلنا بنماطل وبنسوف. يعني ممكن الكورس اصلا الثلاث ساعات ده او الفيديو الثلاث ساعات ده انت ممكن تاخد فيه يومين. اصلا في ناس بتاخد فيه يومين على فكره، مش بهزر والله. انت تقول ازاي ومش ازاي، ولكن انت لما تيجي تذاكره هتلاقي الفيديو دسم جدا وفي شرح كتير جدا. وانت لو شخص بيسوف وبيستعبط في المذاكره لا هياخده في يومين عادي جدا. انا كنت بصراحه باخد الفيديو في يوم واحد، ولكن كنت ممكن مثلا اخد تاني يوم بطبق فيه او في نفس اليوم بقسم اليوم لاثنين وبطبق فيه. فانا خدت فيه تقريبا 25 يوم، فكنت بذاكر في يوم وبطبق في يوم، بذاكر في يوم وطبق في يوم. في ايام ما كنتش بذاكر فيها خدتها اجازه، عشان كده خدت معايا حوالي 25 يوم كتوتال مذاكره يعني. طيب ازاي اذاكر دلوقتي؟ انت هتبدا تقسم يومك لجزئين. اول جزء انت هتذاكر فيه 3 ساعات. انت طبعا الثلاث ساعات دول هتذاكروا في قد ايه؟ حوالي 6 ساعات صافي منك مذاكره. طبعا الناس اللي خدت الكورس معاه في اول مره مع باشمهندس رامي كانوا في الاي تي اي، تقريبا كان بيشرح في الاي تي اي. فالناس اللي خدت معاه الكورس طبعا بعد ما خلصت طبعا مش فاكره حاجه. وحتى انا وانا بذاكر كان لما كان يجي يسال حاجه في الاخر اتشرحت في الاول الناس كلها كانت بتبقى ناسيه، الناس كلها ما كانتش بتبقى متذكره بالظبط ايه اللي اتشرح، فكان مضغوطين جدا. فكان بيشرح تقريبا 3 ساعات وبيخشوا كمان في 3 ساعات لاب بيحلوا فيهم بعدها. فخلاص انت خلصت اليوم لا انت عارف تذاكر ولا فاكر وطبقت وانت مذاكر كروته. طيب دلوقتي لو قلنا ان احنا عايزين نذاكر كورس باشمهندس رامي، الكورس ده قوي جدا بصراحه ولازم تركز قوي في كل نقطه فيه. فبالتالي احنا هنقسم اليوم لجزئين. اول جزء بالنسبه لنا هو انك تبدا تذاكر الفيديو نفسه 3 ساعات، يعني هياخد منك حوالي 6 ساعات مثلا مذاكره بالظبط. هياخد منك 6 ساعات فيعتبر يوم. قول يوم، خلي الفيديو معاك في يوم. انت هتذاكر في اليوم ده ما ينفعش تخلص اليوم الا وانت مطبق بايدك في نهايه اليوم على جزء او جزئيتين من اللاب اللي موجود. هو ما شاء الله في ناس سايبه المصادر بتاعه اللابات او اللي كانوا بيحلوها يعني ورا باشمهندس رامي بعد ما يخلص. فانت هتخش تنزل اللاب بتاع باشمهندس رامي ده وهتبدا تحل كل يوم مساله واحده، ولو مساله واحده بعد ما تخلص الفيديو. وتاني يوم تبدا تحاول تحل كل حاجه بحيث انك ما تخشش على الفيديو اللي بعده غير وانت حل اللاب كله. دي اهم حاجه بالنسبه لك في المذاكره. ما تعديش يوم او ما تعديش فيديو وتخش الفيديو اللي بعده غير وانت حالل كل حاجه على الفيديو اللي قبله. انا ما عملتش كده بصراحه. انا كنت بذاكر ازاي؟ كنت بحل نص اللاب وبسيب النص بعد ما اخلص ال10 ايام احل بقى ايه بقيه اللاب. فانت ما تعملش زي، لا حاول الفيديو يخلص خش على طول على اللاب بتاعه، خلص كل حاجه في اللاب بتاعه، وبعدين خش بعد كده على دي 2، خش بعد كده على دي 4، دي 5، دي 10 وخلصت هكذا. وانت ماشي تاخد الفيديو بعديه بيوم على طول تحل كل حاجه على الفيديو بلس بقى انك تراجعه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي هبدا اشرح لك ان شاء الله في فيديو ازاي تستخدم نوشن في المذاكره.
نوشن ده اهم حاجه في حياتك تذاكر بيها. لو عرفت ازاي تستخدم نوشن، هو سهل جدا، لو عرفت ازاي تستخدمه وتنظم مذاكرتك بيه انت هيفرق معاك جدا. هيبقى معاك نوتس لكل حاجه اتشرحت في المحاضره. بعد كده بمجرد ما هتلاقي مساله ده انا فاكر ان انا واخد نوتس هنا، اروح ابص عليها بسرعه، فانت راجعت. يبقى انت دلوقتي اول يوم ذاكرت، ثاني يوم ذاكرت وحليت ولخصت كمان، ومعاك مصدر للملخص بتاعك بتاع الفيديو دي 1، بحيث انك مش بعد كده لو حبيت تراجع مش هترجع لدي 1 كله تقعد تسمع الفيديو 3 ساعات تاني في يوم كامل. لا، انت مجرد ما تخش على النوتس اللي انت واخدها وانت بتحل مع المراجعه، انت دخلت في مساله مثلا فهتفتح الفيديو تجيب الجزئيه بتاعتها مثلا وتحاول تلخصها وتاخد سكرين شوت مثلا، وهعلمك ازاي تعمل ده في نوشن، وهعلمك تظبط نوشن ازاي وتخليه يساعدك في المذاكره وحل اي حاجه ان شاء الله خاصه بالكورس بتاع الداتابيز اللي موجود، اللي انا هسيب لك اللينك بتاعه تحت. طيب اخر جزئيه معانا وهي الوقت. هل ان انا اذاكر كورس داتابيز في شهر ده كتير ولا شويه؟ لا طبعا مش كتير خالص، وخصوصا كورس دسم زي ده وتقيل قوي زي ده لمده قصدي 30 ساعه. كورس قوي جدا 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 لابعد الحدود فوق ما تتخيل. ان شاء الله لما تذاكر وتوصل لاخر الفيديو ده انت ما شاء الله هتستفاد اقصى استفاده. اقصى استفاده هتستفادها في حياتك. يعني انت لو كنت ذاكرت في الجامعه قبل كده وجيت تذاكر الكورس ده تحس انك ما ذاكرتش الداتابيز بجد قبل كده. هتحس ان الداتابيز كنت بتكروت، الا لو انت شخص اشتغلت بيها. يعني انت لو اشتغلت بيها كنت هتتعرض غصب عنك بقى للحاجات دي وتطبقها، تعمل تيبلز وتعمل مابنج، وفي الشغل كان غصب عنك هيجي لك تاسكات تعملها وهكذا. طب انت ما اشتغلتش وما عملتش مشاريع غير البسيطه بقى بتاعت الجامعه اللي احنا عارفينها دي، لا الكورس ده هيفرق معاك جدا جدا، وخصوصا انك تحل اللابات بتاعت كل فيديو. اوعى تعدي دي لدي تاني وتكون ما حلتش اللاب بتاعه، دي هتبقى بالنسبه لك مشكله كبيره جدا جدا. يعني اخر حاجه بقى معانا، انت ان شاء الله بمجرد ما هتخلص مذاكرتك لكورس الداتابيز ده اول حاجه هتعملها انك هتحل. انا ان شاء الله هبدا كل يوم اصور الاساينمنتات او اللاب، حل اللاب يعني بتاع الدي 1، حل اللاب بتاع دي 2. ان شاء الله هعمل 10 ايام كل يوم هنزل فيه حل اللاب. لو انت عايز تحل وتيجي تراجع معايا كان بيها، عايز تحل وتراجع مع نفسك بتشات جي بي تي وتظبط حالك انت برضو براحتك. انا ان شاء الله اسيب لك حل اللابات بس. انا ان شاء الله 10 ايام الجايين دول ابدا اركز فيهم ان انا انزل لك كل يوم فيديو في حل اللاب بتاع دي 1 بتاع دي 2 وهكذا ان شاء الله. وهشرح لك ازاي حلتهم وليه حلتهم بالطريقه دي. وان شاء الله هخلي تشات جي بي تي برضو يتابع معايا الحل ونراجع منه، بما ان احنا معناش حد يتابع معانا الحل. فانا ان شاء الله اتابع مع تشات جي بي تي، واي غلطات هبدا اشرحها لك، او انا غلطت في ايه وليه ابدا ان شاء الله اشرحه وانزله لك باذن الله في سلسله لمده 10 ايام حل كورسات باشمهندس رامي بتاع الداتابيز. واعتقد ان شاء الله بانك بمجرد ما هتخلص مذاكره الكورس ده وحل اللابات بتاعته انت هتكون كده راجل 100 100 ومتاسس، ومعاك اي سؤال اي انترفيو تقدر تخشه بعد كده وفي اسئله في الداتابيز ان شاء الله بفايل نوشن اللي احنا هنعمله، وهساعدك انك تعمله ازاي، وبحل اللابات وبمذاكرتك للكورس ده باذن الله مفيش سؤال هيقف قدامك، وهتكون ختمت بمعنى اصح الداتابيز. طبعا في توبيك ادفانسد قوي مش هتبقى موجوده هنا او مش موجوده في الكورس، دكتور رامي باشمهندس رامي ما شرحهاش يعني، بس انت هتكون معاك نسبه 95% من التوبكس القويه جدا في اي انترفيو هتتساله هتكون حاضره في دماغك باذن الله. وبس كده ونختم فيديو النهارده ان شاء الله. انا عارف احنا طولنا شويه ولكن ان شاء الله هتكون فايده قويه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.